بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. بصوا يا حبايبي، النهارده كده اهو اول يوم في عمر الكتاكيت بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا. النهارده هو العمر التاسع اهوت يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، الفراخ جميله جميله جميله، بتحلو يوم عن يوم. النهارده بقى هنعمل خلطه ممتازه، بس قبل ما نعمل الخلطه للفراخ انا بس حابه ان انا اوريكم الحمام اهو. عايزه اقرب لكم شويه منه عشان تشوفوه برضه، عشان كانت في ناس قالت لي وروه لنا كده عن قرب اهوت يا حبايبي. اهو هو بلدي مهجن الحمام ده. بتبقى الزغاليل بتاعته بتبقى ممتازه، بتبقى حلوه. اهم حاجه يا حبايبي نظافه الارض. انا نظفت كده، طلعت كده لميت شويه من عندهم كده من الاوضه اهو. لازم تتابعي الزغاليل، لازم تشوفي النظافه، تظبطي الدنيا. انا امبارح عملت جزء والنهارده عملت جزء، بمعنى ان انا نظفت للزغاليل كلها. لازم يبقى معاكي الجير المطفي ده لجميع طيورك. حاولي ان انت تظبطي نفسك في الجير المطفي. بصوا حتى امبارح كده واحده بيضه، بصوا شايفين النون الصغنن خالص اهو، هي لسه بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا صغنن خالص اهو. بصوا اهو، لقيت البيضه التانية يعني ايه الجنين ميت فيها. ده طبيعي يا حبايبي من الحر، ان تبص تلاقي ممكن زغلول يطلع والتاني ما يطلعش وكلام من ده. انا عندي كذا واحد طلع زغلول واحد بس، والبيضه التانية طلعت ايه فيها الجنين بس ميت. تمام، هو الحمام الحر كلام من ده فبيبقى صعب يعني. المهم ان الحمام اهم حاجه النظافه، تظبطي له ميته، تظبطي له اكله، تحطي لي كالسيوم كده زي ما انا حاطه في برام اهوت يا حبايبي. ديت ده صدف انا بجيبه تقريبا الكيلو بجنيه او ب2 جنيه، وبحطه كده في البرام، هما بيلقطوا فيه، او حطي املاح معدنيه. تمام، يبقى كده الحمام. تعالوا بقى نخش النهارده على الفراخ البيضاء اهوت يا حبايبي اهو. بصوا الفراخ جميله النهارده، هي جميله فعلا يعني، حلوه اهي. بصوا يا حبايبي اهي. تمام، بس انا لسه طالعه عندهم اهو يا دوبك. انا كل اللي انا هعمله ايه بقى، انا رفعت الاكل شويه، ورشيت شويه تبن وشويه جير بسيطه. طيب بكره لو ربنا احيانا وعشنا هشيل الكلام ده وهفرش بقى ايه من اول وجديد. اهم حاجه النظافه، اهم حاجه النظافه. كان جالي سؤال، حد بيسالني عن العشه اهي، مع اني صورتها قبل كده بس حاضر اصورها تاني. قال لي صوريها من بعيد، العشه هي شكلها من بعيد اهي. تمام، العشه هي حبايبي اهي. تمام اهو، دي كده، ده كده منظر العشه. دي كانت عشه حمام، وانا ركبت لها الرجول دي، وانا عملت لها الرجول دي عشان ايه اعليه. يا دوبك بس بحضن فيها كده وايه وخلاص على كده. ولما بيكبروا شويه بحطهم تحت شويه، وبعد كده ايه زي ما انتوا عارفين بدخلهم بقى في الاوضه. طيب انا هعمل ايه؟ انا النهارده معايا مكون حلو قوي لزياده الوزن. الناس بقى اللي بتشتكي ان الفراخ ضعيفه، ان الناس بتشتكي ان الفرخ ما بياكلش الكلام من ده، الخلطه اللي معايا ممتازه. وبرجع اقول لك كل مره وكل يوم تابعي اكلهم، تابعي اكلهم. انا علشان اقول لك هما بياكلوا كام بالظبط يبقى انا بكذب، انا معرفش. انا بحط اكل يعني. انا امبارح كنت ماليه دي معاكم، انا كنت امبارح كنت ملياها، شايفين اهي، ما بقاش الا حاجات بسيطه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الفرخ بياكل، معنى كده ان الكتكوت بياكل. وكل ما هيكبر كل ما هياكل معاكي، كل ما هيكبر كل ما هياكل ايه هياكل معاكي. طيب تعالوا بقى سريعه كده نحط الحاجه اللي احنا هنحطها كده. مكون سحري فعلا في منتهى الجمال، بيفتح النفس، بيخلي الفرخ ياكل. تعالوا كده مع بعض اهوت يا حبايبي. انا حطيت اهوت العلف. كان جالي سؤال مره، حد بيقول لي العلف ناعم قوي. بصي اهو، في علف بيبقى مخرز، وفي علف بتحسي ان هو ناعم جامد كده. الوادي فعلا العلف بتاعه ناعم قوي، انما الوطنيه الحبايه بحبتها كده مخرزه، ما بتبقاش ناعمه. بس زي ما قلت لكم انا ارتحت على علف الوادي فبحب استعمله يعني. طيب معانا بقى المكون النهارده اللي هنحطه ايه يا حبايبي؟ بصوا الخميره الفوريه اهي. الخميره الفوريه دي ممتازه، طبعا بتساعد على زياده الوزن، بتنشط البكتيريا اللي هي النافعه في جسم الطائر. حلوه قوي، ليها فوائد كتيره، بتخلي الطائر ان هو ياكل ويقوم وياكل تاني، بيهضم برضو كده على طول. فالخميره ممتازه ممتازه، لها عامل اساسي في زياده الوزن يا حبايبي. تمام، فانتي هاتي كيس خميره زي ده، ما تجيبيش خميره من اللي هي البيره، لا
لا ما تجيبيهاش، هاتي كيس زي ده. طيب انا بفضل احط الخميره دي على الاكل، ما بفضلش ان انا احطها على الميه علشان ما تريحش، بس بحطها على الاكل ليه؟ لان هي تعتبر زي العلف. لما يبداوا بقى ان هم ياكلوا الخشنه ممكن بقى ان احنا ايه نبدا نحطها ايه مع الميه، بس مش هنحطها طول النهار، هنحطها بس 8 ساعات كده ولا حاجه. اما نوصل ان شاء الله للمرحله دي هكلمكم عليها باذن الله. بس احنا دلوقتي في المرحله في العمر الصغير بتاعهم ده حطي خميره فوريه، بعد الاسبوع ابداي بقى ايه اشتغلي معاهم بخميره. طيب اشتغل ازاي؟ عشان كان جالي سؤال اعمل يومين ورا بعض خميره واعمل خلطات. بصوا يا حبايبي، مش بكتر الخلطات، بمعنى ايه؟ ان انت اي خلطه اعمليها مرتين في الاسبوع، اي خلطه اعمليها مرتين في الاسبوع، تمام؟ ما تكتريش منها، ما تخليهاش كتيره يعني. البصل والثوم ماشي، عايزه تعمليه 3 مرات 4 مرات مفيش مشكله، انما الخميره وكلام من ده عايزه تعمليها مره. لو الكتاكيت عندك انت شايفاها حلوين اعمليها مره، ضعيفه شويه اعمليها مرتين في الاسبوع، تمام؟ كان امبارح كده ناس كانت بتقول لي على خلطه الطحينه والعسل. انا الصراحه يا حبايبي انا ما جربتهاش قبل كده، بس يعني انا جربت السمسم حلو. انا حطيت لهم السمسم في الاكل، معلقه واحده بس سمسم في الاكل، كانت حلوه يعني. هي تقريبا بتحل برضو محل الطحينه، بس حاضر انا هجرب وصفه الطحينه بالعسل دي. بس هم قالوا يعني لما الفرخ يبقى عنده اسبوعين. انا ما جربتهاش قبل كده، هجربها حاضر وهعملها كده ان شاء الله معاكم، وهقول لكم هم اكلوا ولا ما اكلوش، يعني هيبقى في مصداقيه برضو، وانا هجربها وهشوف. تمام يا حبايبي؟ فالنهارده احنا بقى هنعمل ايه؟ اهو الكيس الخميره اهو انا فاتحاه، هتاخدي معلقه صغيره، معلقه صغيره على كيلو العلف. طيب انت مش هتحطي كيلو علف، يبقى حطي نص معلقه. لو هتحطي مثلا نص كيلو علف حطي نص معلقه، هتحطي شويه علف انت فاهمه انا اقصد ايه؟ يعني كيلو العلف حطي له ايه معلقه صغيره. انا هحط اهوت، انا حطيت اهوت زي معلقه كده ولا حاجه اهي، تمام؟ على فكره الخميره دي ممتازه للحمام، حطي برضو شويه خميره في الاكل للحمام، بصي حاجه كده برضو ايه جميله قوي، تمام؟ طيب انا هحط ايه؟ انا هحط شويه سمسم يا حبايبي. حابه ان انت تحطي شويه توم باودر، بصل باودر، تمام؟ حابه بس بقى لما تيجي تحطي خميره ما تضربيش بصل وتوم، لا، خلي ايه الاكل ناشف كده. حابه تحطي شويه سمسم ماشي، حابه تحطي شويه حبه البركه ماشي، الحاجه تبقى ناشفه، بلاش البصل والثوم ايه مع الخميره كده يا حبايبي عشان ما تريحش الاكل، تمام؟ طيب هحط ايه بقى في الميه؟ هحط عسل اسمر اهو، هحط شويه عسل اسمر، هم خلصانين عندي، فاضل شويه صغننين. زي ما بقول لك كده، ما تجيبي عسل اسمر هاتيه في برطمان، العسل الاسمر يا حبايبي يكون في برطمان. طيب شايفين يا حبايبي الخميره اهي، الخميره اهي واضحه معاكم اهي، هحاول اوضحها شويه كده اهو، تمام؟ هقلب بقى ده في ده كده اهو، هدخلهم في بعض، هم هياكلوها يعني، هم هيلقطوا ايه وهياكلوها. هبدا بقى انا اشتريت شكاره علف يا حبايبي عامله 161 جنيه، الوادي ساعات بتعمل 165، بس انا جايباها ب 161. واشتريت شويه علف من عنده، ليه؟ لان هو حاجته مسحوبه، هو يعني هو بعيد عني شويه، بس انا بروح له ليه؟ لانه هو حاجته بالجمله وحاجته طازه، بتبقى لسه معموله يعني، حتى لما بقرا الورقه الصلاحيه بتاعت العلف بتبقى لسه معموله، ما بقالهاش كام يوم. فانا اشتريت من عنده اهو شويه علف ناعم اهو، تمام؟ اهو هي الكيسه اتقطعت فانا حطيت في كيسه تانية اهو، تمام؟ اشتريت همت شويه بحيث ان شاء الله ايه لما يخلصوه بقى هنخش على الخشن. يلا بقى نحط لهم الاكل بسرعه، وهحط لهم في الميه ايه؟ هحط لهم معلقه عسل وازودها ميه ونرجع تاني. اهو يا حبايبي انا نزلت بالعسل الاسمر، هم هيبداوا يشربوا اهو. طبعا احنا اتكلمنا كتير قوي في فوائد العسل الاسمر ده، هو ممتاز كفايه بس ان هو فيه نسبه حديد. طبعا العسل الاسمر ده برضو ليه يعني بيساعد في زياده الوزن بطريقه حلوه قوي، يعتبر فيتامينات، يعتبر كالسيوم ليهم، في حديد، في كلام كتير قوي حلو. احنا ما حطيناش فيتامينات للكتاكيت، ما حطيناش خالص. احنا بالعسل الاسمر ان شاء الله هنستبدل ايه الفيتامينات. بس برجع اقولك لو انتي حاسه ان الكتاكيت عندك مش متظبطه، مشيتهم مش تمام، كلام من ده، هاتلهم
فيتامينات. هاتي ابدأي هاتي فيتامينات. تمام، هم هيبدأوا يشربوا هم، لان هم عطشانين اهو، عطشانين وجعانين كالعادة. شايفين بقى ايه؟ انا مليت العلافة اهيت. بكرة ان شاء الله لما اجي هنشوف هم اكلوا قد ايه منها. يبقى احنا ملينا اهوت العلافة مع بعض اهوت. الميه طبعا ايه، بزود لهم الميه مرتين ولا 3 مرات على حسب ما بيخلصوا. لازم الميه قدام الفراخ يا حبايبي، لازم الميه قدام الفراخ البيض. إيه، انا امبارح وانا بوزن انا اتلخبطت وقلت لكم كيلو و600 جرام. معلش بقى يا حبايبي الزهايمر. هو 160 جرام. انا قلت لكم كيلو و60، لا هو المفروض 160 جرام او 180 جرام. تمام، انا كنت اقصد كده، ما اقصدش كيلو خالص يعني. تمام، فعشان بس ان انتوا تبقوا عارفين يعني. وزن الفراخ يا حبايبي انا قلت لكم حلو معايا. انا امبارح وانا بوزن اتفاجئت بالوزن. الفراخ حلوه، الفراخ حلوه وبتاكل وبتشرب ايه، فمساعداني ان هي تزيد في الوزن. والفراخ متفرده، مش حرانه مش بردانه، الدنيا متظبطه عندك خلاص. عايزه اوريكم بسرعه قبل ما اسك فيديو الفراخ الكبيره، عشان مش هعمل فيديو ليهم، عشان بس ان انتوا تبقوا شايفين. انا برضو كده هبص عليهم معاكم اهو. استنوا بقى اهمت يا حبايبي، بصوا اهو اهو. تمام، هم حلوين زي العسل معايا اهو اهو. في حمامهم مخضر شويه، بس زي ما بقول لكم انا مش شاغله بالي بيهم قوي، لاني انا خلاص كلها 3 4 ايام وهدبح. بس الفراخ اهي اهم. بصوا هم زي العسل، زي العسل جماله همت معايا اهم. طبعا كل يوم بيتغيروا يوم عن يوم الاكل اهوت. بصوا مخلصين اكلهم برضو اهو. هحط لهم بقى، هزود لهم شويه كده وهظبط الميه عندهم. حابه ان انا اعصر نص ليمونه ماشي، حابه ان انا احط شويه عسل اسمر ماشي. حبيت بس اوريكم برضو ان هعمل ايه مع الفراخ الكبيره اهي. هزود الاكل، هحط كده يا عسل يا هعصر ليمون، عشان بس اللي متابع معايا يا حبايبي. دي كانت حلقه النهارده، ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.